أجمل وأوسم فنان في مصر، ابن البشوات، جان السينما، الواد التقيل، معجباته في كل مكان، الفنان حسين فهمي. اتولد برنس السينما في مدينة القاهرة سنة 1940 من عائلة أرستقراطية من أصل شركسي، وبسبب وسامته حاول المخرجين إن هم يحصروه في أدوار الرومانسية، لكنه خرج عن كده ولعب أدوار المريض النفسي والشخص الشرير وغيرها من الأدوار المختلفة. وسنة 1978 وأثناء تصوير فيلم مكالمة بعد نص الليل مع الفنانة ميرفت أمين تم تصوير مشهد جوازهم كامل، وارتدت الفنانة ميرفت أمين فستان الزفاف. رغم إن المشهد ده كان من الفيلم لكنه كان زفافهم الحقيقي. والفنان حسين فهمي اتجوز 6 مرات. الجوازة الأولى ليه كانت من نادية محرم، إحدى سيدات المجتمع الراقي اللي اتعرف عليها خلال دراسته في أمريكا. أما الجوازة التانية ليه فكانت من حب حياته من الفنانة ميرفت أمين، واستمر جوازهم حوالي 14 سنة. رغم إن كان وقتها حسين فهمي متجوز وعنده طفلين، والثنائي حاولوا يتغاضوا عن مشاعر الحب اللي بينهم، لكن الحب كان أكبر من كده، واتجوزوا سنة 1974 بعد انفصاله عن نائلة محمود. واتجوزوا أثناء تصوير فيلم مكالمة بعد منتصف الليل. كملت سعادتهم بعد إنجاب بنتهم من الله، وتخلت ميرفت أمين وقتها عن نجوميتها الفترة علشان تتفرغ لرعاية بنتها، رغم تعاونهم الفني مع بعض في أعمال كتيرة خلال فترة جوازهم. لكن مع مرور الأيام كترت الخلافات، حاسس إن ميرفت أمين مشغولة عنه، تقلل من عدد أفلامها، وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الجواز. وتوالت الأزمات وفشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، وانتهت العلاقة الزوجية بالطلاق في نهاية الثمانينات، وده بعد انتهاء تصوير فيلم أسفة أرفض هذا الطلاق. أما الجوازة التالتة ليه فكانت من خارج الوسط الفني، من سيدة تدعى نينا، وهي بنت سفير سابق، لكن جوازهم مدامش لفترة طويلة لعدم التفاهم، وفي النهاية انفصلوا. وفي سنة 2007 وخلال أحداث مهرجان القاهرة السينمائي أعلن الفنان حسين فهمي عن جوازته الرابعة بسيدة من خارج الوسط الفني اسمها هالة فتحي، وهي خبيرة كمبيوتر ما أنجبش منها أطفال. وخلال مسرحية أهلا يا بكوات اتعرف على النجمة لقاء سويدان، وبعد كده التقوا مرة تانية في مسرحية زكي في الوزارة، ومن هنا بدأت قصة الحب بينهم. وبعد انتهاء المسرحية أعلن حسين فهمي جوازه رسميا من لقاء سويدان، وعملوا حفل الزفاف على البخرة اللي بيمتلكها حسين فهمي، واستمر جوازهم 5 سنين وبعد كده انفصلوا. أما الجوازة الستة للفنان حسين فهمي فكانت من رنا العصيمي، وعقد قرانه عليها في فيلتها في مدينة 6 أكتوبر سنة 2013، وبعد حصوله على موافقة والدتها اللي كانت عايشة في بيروت. وبعد كده انفصلوا سنة 2017. الفنان حسين فهمي اتكلم عن طريقة تعامله مع أحفاده اللي بيرفض إنه يطلق عليهم إنهم أحفاده، وبيكتفي بإنه يقول ولاد ولادي. وقال ولاد ولادي بينادولي باسمي، بيقولوا لي يا حسين، كلهم واخدين مني زي إنهم دمهم خفيف وبيحبوا الحياة. وقال في مرة وحيد فريد مدير التصوير قال لي إن عبد الحليم حافظ كان بيغير منك، وكان وقتها عليا هجوم كبير، وساعتها قلت له ايه علاقة عبد الحليم حافظ بيا؟ قال لي لما البنت تشيل صورة عبد الحليم وتحط صورتك يبقى أكيد لازم يغير منك. وكمل كلامه وقال معرفش مين بيغير مني، علشان عمري ما غيرت من حد خالص، وبنصح أي شاب جديد داخل السينما إنه ما يبصش لا يمين ولا شمال ويحب الكل علشان الناس تحبه.